السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هنعمل فطور مع بعض، وكمان هجيب حد كده بيظبط البوتاجازات يظبط لي البوتاجاز لاني مطلع عيني، وحبيت ان انا اشارككم عشان لو حد عنده يعني نفس المشكلة. المهم هنعمل الفطار الاول. الفطار هو اللي خلاني اكلم حد يجي يشوف لي البوتاجاز. انتوا عارفين البوتاجاز جديد، ويعتبر ده اول اسبوع او من اول رمضان وانا بستخدمه، فمش عارفه استخدمه خالص خالص خالص. هشرح لكم دلوقتي. المهم، الفطار عايزين ناكل اكل نواشف، مش عايزين طبيخ ولا اي حاجه تقيله، يعني عايزين اكلات كده ايه، سندوتشات، حاجات سريعه كده. فكان عندي لحمه مفرومه طلعتها تفك من بالليل، ولما فكت قطعنا كميه بصل حلوه. رحمة وملك اللي قطعوهم، ربنا يبارك لهم يا رب، قعدوا يقطعوا وضربوهم في الكبة. محمد بقى ايه بيتبلها زي ما انتوا شايفين، حط فلفل اسود وحط ملح وبهارات لحمة، وكمان انا قطعت له بقدونس، بحب قوي احط بقدونس في الاكلة دي. ومحمد كمان هيضيف بهارات حواوشي. وهنا كده انا حطيت الملح، دي بهارات الحواوشي، او ممكن بهارات برجر. آه في بهارات للحمة برضو بتدي طعم حلو قوي. احنا حطينا بهارات حواوشي اهي. بس محمد بقى ايه لبس الجوانتي المتين ده، وهيقعد يقلبهم كلهم مع بعض عشان اللحمة تاخد من طعم الحاجات اللي موجودة دي. هنا بقول لمحمد ايه، انا عملت لك كنافة قبل ما انام لان انا ايه بنام الصبح يعني، عقبال ما نتسحر واعمل سحور ونصلي، وبعد كده اروح منضفه المطبخ وغاسله كل المواعين، بحيث ان انا لما انام براحتي، المطبخ نظيف، غرفه المعيشه نظيفه، والصاله، واقوم يا دوبك اعمل الاكل، اكون مجهزه حاجه تبقى الشقه نظيفه، فاهمين؟ ما اقومش اروق، لا اقوم لو ورايا فطار او اكل او حاجه هتطول معايا اقوم واعملها. بس بعد كده محمد عجن بقى كل اللحمة، دخل البصل في البهارات في كله، وبعد كده حودة وملج جابوا عيش شامي كده وقعدوا يفتحوه، جهزوه كده لمحمد، وهو بدأ يحشي اللحمة المفرومة جوه العيش وبيفردها. طبعا انتوا بقى عرفتوا خلاص هنعمل حواوشي. العيش لما بيكون مستوي كده الأكلة بتبقى اسمها حواوشي، لكن لما بنحط العيش ده في العجين بيبقى عجين لسه ني، بيبقى اسمه عيش بلحمة. وطبعا في فرق ما بينهم، العيش بلحمة بيبقى طري، الحواوشي بيكون محمص ومقرمش كده في الفرن. فزي ما انتوا شايفين انا جايبة زيت وسمنة بلدي ومقلباهم على بعض، وبدهن الرغيف من فوق ومن تحت، ولو في بقى ليا ضاني يا سلام تبقى حلوة. فبدهن الرغيف كده من فوق ومن تحت، وبعدين هدخله الفرن يستوي. وبيستوي بيطلع حلو جدا على فكرة، اللحمة مش بتبقى نية، بتطلع مستوية بتبقى جميلة. هو ده بقى الحواوشي، تحطي له اللية، او تحطي سمنة بلدي او زيت كده وتدهنيه وتدخليه الفرن، يطلع بيقرمش وبيبقى كريسبي كده حلو قوي. اهو تغيير يعني، انا قلت بدل ما كل يوم اعمل طبيخ وكده، في فيديوهات على فكرة مصورها عاملة فيها طبيخ، فانا النهارده جينا النهارده عايزين ناكل حاجه بعيد عن التسبيكه والتقليه والكلام ده كله، لا احنا عايزين سندوتشات. يعني انا وولاد خالتي واخواتي يعني اكلنا كده نحب الحاجات دي قوي. بس محمد بقى ايه هيعمل الكميه كلها. لو هتاخدوا بالكم ان انا بعاني مع الفرن، بحاول اولع فيه بعاني معاه. مشكله البوتاجاز بقى ايه، الفرن لما بحط الاكل بيقعد مثلا 5 دقايق في الفرن ويفصل لوحده، يقف لوحده، يعني من غير ما اقفل انا الزراير. فافضل طول ما انا بعمل اكل اولع ويطفي، اولع ويطفي، اولع ويطفي،
واتحرق بقى، عمالة اتلسوع في ايديا في كل حتة. فكلمت شخص يعني عمل لنا البوتاجاز اللي فوق قبل كده، وعمل لماما البوتاجاز بتاعها والخالتي. شخص بصراحة محترم جدا وشغله حلو قوي. ف خليت بابا يكلمه، اتصل بيه وسألته، قلت له المشكلة كذا كذا، فقال لي الحساس بتاع البوتاجاز هو اللي ما بيحس الحرارة والبوتاجاز يسخن فبيفصل. قلت له طب وبعدين يعني، وكمان الزراير بتاعة البوتاجاز بتاخد وقت عقبال ما تولع، افضل ماسكة في الزرار يفضل تك 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 يعمل كده صوت اشعال زيتي يعني، ويولع كل فين وفين، ولما يولع اول ما اسيب الزرار يطفي. فانا صراحة مش عارفة اتعامل معاه خالص. فهو قال لي ان الحل ان الامان يتشال. وعايزة اقول لكم بوتاجاز الشقة اللي فوق نفس المشكلة، نفس المشكلة. اي بوتاجاز فيه الامان اللي هو طالع جديد ده، اللي عاملينه جديد، اللي هو تفضلي ماسكة في الزرار وقت طويل عقبال ما يولع، بيجي عليه وقت وبيبوظ. انا باظ عندي في البوتاجاز اللي في الشقة اللي فوق، بس الصراحة انا ما لغيتهوش في الشقة اللي فوق، يعني سايباه زي ما هو. في 2 عين بايظة و3 شغالين. قلت خلاص خليه بالتلاتة اللي فيه دول، بس مش هلغي الامان منه. عشان ايه؟ هو موجود عند الولاد فوق، فقلت لا مش هلغي الامان منه. لكن ده لغيت فيه، لان انا كده كده ايدي اللي هتبقى فيه دايما، والاوضه ديت بقفلها وفي نفس الوقت الزرار مش سايب. فاهمين؟ عارفين البوتاجازات بتاعت زمان اللي هي بتضغطي على الزرار اللي جوه وبعدين تلفي يروح شغال؟ انا عملته بالطريقه دي، قلت له اعمله لي كده زي البوتاجاز بتاع شقه الصعيد. بس فعملوا لي بالطريقة دي، وهتشوفوا دلوقتي يعني، انتوا هتشوفوا، هو هيشرح لكم كل حاجة وهتشوفوه. كمان عيون البوتاجاز دي واطية جدا، هيعليها لي وهيظبط لي كام حاجة، ربنا يكرمه يا رب. المهم الشخص ده في العجمي، لو حد عايزين رقمه قولولي وانا ابقى اديكوا رقم تليفونه. فظبط لي بقى الشواية والفرنين، الفرن اللي فوق والفرن اللي تحت. بصوا اهو طفى، هتاخدوا بالكم ان انا رحت اولعه هنا بقى، اتعصبت جامد. كنت عماله اقول لمحمد لا مش هينفع كده، انا خلي بابا يكلم لي عم علي النهارده يجي يعملهولي، انا زهقت. بصوا كل ما اولع يطفي، كل ما اولع يطفي، اول ما اسيب الزرار يفصل. فطفشني بصراحه. بس لما شلنا حته الامان دي اشتغل الحمد لله. ومش معنى ان انا شلت الامان يبقى هو مفهوش يعني امان، لا يعني مش مجرد ما هتزقي الزرار كده هيفتح، يعني لو انا لفت الزرار مش هيفتح. لازم حد كبير يضغط على الزرار لجوه، وبعد ما تضغطي لجوه تلفي بعدين تشغلي بقى من الاشعال. بس المهم بقى ايه، قليت شوية بطاطس جنب السندوتشات اللي احنا عملناها دي. وكمان كان عندي طرب، كنت جايباه مع خزين الشهر في الشهر اللي فات يعني، بس ما عملتهوش. المهم طلعت طبقين الطرب يفكوا، قلت اعملهم ايه جنب الحواوشي ده، عشان لو حد ايه يعملها كده، يعمل طرب سندوتش ويحط عليه طحينة، اللي عايز ياكل سندوتشات كده يعني. قلت ايه نقضيها اليوم كله، يبقى اكل كده نواشف من غير صلصة وتقلية والكلام ده كله. اهو كده الحواوشي وريتهولكوا في الفرن، وهنا كده بعد ما استوى واتحمص بقى حلو قوي وكريسبي بيقرمش جميل اهو. وحمرت بطاطس، كان عندي مخلل خيار مخللاه، وحطيت صوصات بقى كاتشب، وحطيت طحينة، وحطيت صوص برجر. هوريكم الرغيف دلوقتي شكله من جوه عامل ازاي. بصوا خفيف يعني، استوى الحمد لله وحلو قوي، خفيف مش تقيل ولا مكتوم ولا اي حاجة. بس ودي طبليتنا كده، اتجمعنا كلنا جنب بعض لازقين في بعض وقعدنا كنا مشغلين رامز يعني، قاعدين يتفرجوا عليه الولاد. الكنافة دي بقى كنت عاملاها لهم الصبح كده وانا بنضف المطبخ، رحت عاملاها، قلت عقبال ما انضف المطبخ وكده تستوي واطفي عليها ونبقى ناكلها بعد الفطار. بعد ما فطرنا الحمد لله عملت بقى ايه شاي، وكل واحد كده خد له حتة كنافة مع كوباية شاي.
ووقتها بقى كلمت بابا، قلت له معلش كلمني عم علي، عم علي الصعيدي يجي يشوف البوتاجاز وكده. راح بابا الله يكرمه كلمهولي. كنت مستنياه يجي. هنا بيقول لكم حطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. البوتاجاز اهو طلعناه كله من مكانه. عم علي جه وفك بقى الوش بتاعه، وهنا بدأ يشيلي الأمان. الأمان اللي اتشال ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بتدوسي على الزرار يفضل ايه يتكتك كده لمدة 10 ثواني مثلا لحد ما يولع، وتفضلي مثبتة ايدك شوية، بعد كده تسيبيها كده يشتغل. وساعات ما يشتغلش، لو قعدت نص ساعة معلقة ايدي على الزرار ما يشتغلش. تمام. لو تكب مية مثلا او فار لبن على العين بتاعة البوتاجاز يفصل لوحده. هو ده الامان. فاحنا لما انا شلته لان هو مش راضي، العيون بتعلق معايا كلها وانا مش عارفة استخدمه. فقلت له لا يا عمو لو سمحت، يعني شالهم لي. ودلوقتي زي ما شرحت لكم بيشتغل ازاي. بضغط على الزرار اللي جوه وبلف زي البوتاجازات بتاعت زمان اللي كنا متعودين عليها قبل ما يطلع موضوع الامان اللي هو تفضلي ماسكة في الزرار نص ساعة قبل ما يفتح ده. ده فيديو النهاردة ان شاء الله يكون خفيف ويكون عجبكم. هسيبكم مع الاستاذ علي الصعيدي، هي شهرته كده اسمه علي الصعيدي. هيقول لكم شوية معلومات ممكن تستفادوا منها. كمان عايزة اقول لكم اللي قال لي موضوع الامان ده الشخص اللي جه ركب لي الغاز اللي هو من شركة الغاز. اول يوم جه ركب لي فيه الغاز قال لي البوتاجاز ده عندي زيه في بيتي. فقلت له بجد؟ طب ايه رأيك فيه؟ ما كنتش لسه استخدمته بقى، كان لسه جديد مفتوح من الكرتونة وشركة الغاز ساعتها بعتته عشان يركبه. هنا بقول لكم بصوا ايدي اتحرقت من الفرن. المهم فلما قال لي ده انا عندي في بيتي قلت له طيب ايه رأيك فيه؟ قال لي هو حلو وبينفع في العزومات عشان الفرنين اللي فيه، بس هو فيه عيب واحد ان الامان بتاعه بيفصل. فبعد فترة رحت لغيت الامان اللي فيه. قلت له طيب هو لو عمل معايا كده انا هلغيه انا كمان، وقد حصل يعني وقد كان. ما لحقتش حتى استخدمه، هو 10 ايام والامان بتاعه جنني على الاخر. بصوا يعني هفتح اهو كده، هضغط ضغطة والف واشغل من الاشعال، بس مش هضطر بقى ان انا افضل معلقة ايدي كده ثواني عقبال ما ينور. لان البوتاجاز اللي فوق انا وريته لكم برضو حتة الامان دي فيه بايظة وبصوا هو اي حد بينصح ان الامان ده بيشتغل شويه في الاول وبعدين يبوظ فبيتلغي بعدين. فانا قلت يلا بالمره نلغيه. صح يا حاج ولا لا؟ هو طبيعي ما بيقعدش فترة ويبوظ. سامعين ان الامان ده بيشتغل في الاول والبوتاجاز جديد وبعد كده بيقف ويبوظ ويعلق زي ما عمل معايا في البوتاجاز فوق. وكنت مصوره لكم ساعتها وشرحت لكم قلت لكم المشكله اللي فيه ايه يعني. عندي فوق العين دي مش شغاله ولا دي ما بيشتغلوش، مسافه ما ادوس على الزرار لو دوست حتى ساعه وسبته يروح طافي ما يشتغلش. فهنا قلت بقى اريح دماغي واظبطه، لاني النهارده بعمل الفطار والله عملته بصعوبه. بقيت قاعده قدام الفرن هشوفه هيطفي امتى عشان اولع على طول. اهو ده لما بقفل الباب. هنا مفيش لا فرن ولا شواية صح؟ لا هنا فرن بس، اول واحد ده فرن بس. ده فرن؟ يعني ممكن يشتغل وساعات يطفي لوحده، يبقى الاكل جوه ويطفي وده لوحده. فرن وشواية؟ اللي تحت الشوايه هي اللي بتقف. طيب. ساعتين عشان اولعه كده. وجايبه عصيان شيش طاووق دي بولعها واروح مدخلاها جوه عشان يلقط. لا ده خلاص كده بص. مع ان في اشعال ذاتي بس هو مش بيشتغل بيه. اطفي دي وولع الشواية كده. الشواية فوق ولا تحت؟ الشوايه ايوه فوق اهي عندك. افتحها وسيبها على طول. بصوا لفي الزرار وولع على طول. طب اقفل بقى الفرن، عايزه اشوف هتفصل. انا عايز اشوف الحساس بقى.
عايزه اشوف هتفصل لوحدها ولا لا. بصوا هنعمل فتحه للفرن. ليه بقى؟ لاني الفتحه اللي معموله فيه بعيده قوي، يعني ما بعرفش اولع الا بحاجه زي كده. بصوا حاجه كده عشان توصل للفرن جوه تولع. فالحاج علي الله يبارك له قال لي هنعمل لك فتحه تكون قريبه للشعله. بصوا الشعله بعيده جوه ازاي، فما بطولش اولع بالنار بكبريت او بولاعه. هو ليه اشعال زيتي بس مش بيولع على طول، فبضطر اولع بكبريت او ولاعه. بس بصوا العين بعيده قوي عن الفتحه اللي في الصاج، فهنفتح فتحه في الصاج قريبه للعين عشان اعرف اولع بالكبريت. الصاج بتخبزي عليها ولا حاجه؟ عشان انا ممكن اعمل لك الفتحه هنا. لا مش بخبز عليها، لا. يعني هتضرك في حاجه لو عملنا لا فتحه؟ لا خالص. أنا بحط صواني، لا مش بعمل. عايز بنت ولا نقطع بالصاروخ؟ لا صاروخ. صاروخ يعني ياخد منه ياما. لا مش هياخد البنت. وريني كده. ونجيب الصوره الصغيره هتبقى 2 في 2 زي الفتحه دي. هتعرف تعملها زي الفتحه دي؟ ممكن زي دي طيب وممكن اصغر. فتحه نعلم بيها باين ولا ثواني. بصوا عايزه اوريكم، شايفين الفتحه فين اهي، وعين البوتاجاز جوه هنا، فانا مش بطول اولع، فعشان كده هيفتحوا لي بس حته هنا عشان اطول اولع الفرن. بس عم ده انت بس الفتحه هتكون هنا، هنعرف اولعه بوليعه او بكبريت. تشوف اللي عملنا. بص اهو كده كده. شوف النقطه دي كده. لو ولعناه وقفلنا الفرن المفروض ان هو يطفي، صح؟ كده تسلم ايدك. يعني المفروض ان هو هيطفي. هو بقى احط فيه الاكل بعد 5 دقايق بالظبط يروح طافي والاكل يعني فيه. هنسيبوه 5 دقايق شغال كده. خلاص سيبه شويه ونجرب. وطفيت الشوايه تحت. طفيتها. طب الله ينور، الشوايه ما بقتش خلاص تفصل، تمام. عملها لي ما فصلتش. الله ينور كده. اولع بصوا من الفتحه اللي جوه دي، وبالولاعه. شايفين؟ بصوا دي فوق العين، بصي دي كانت بعيده قوي، كان لازم ادخل عصايه كده عشان اعرف اولع. طيب ما شاء الله، تسلم ايدك. ما تثبتليش دي بقى، سيبها عشان لو حبيت انضف تحتيها ولا حاجه ما اضطرش افك المسامير. تركبها تاني؟ ايه؟ تعرفي تركبها لانها ليها مكان. هعرف احطها بس ما تحطش المسامير. ماشي. لان المكان ده بيتملى كبريت وكده، فبقى الواحد يشيل وينضف تحتيه. بوظها الباشمهندس. انا خدتها اصلا ان هما كانت بتاع باين مش شغال. الفك ده بينجز بس انا ما بحسوش. بقول لك ليه بقى العين دي بتولع كده في الصاج. مش فاهم يعني ايه بتولع في الصاج. العين اللي في النص دي بلاقيها حرق الصاج من حوالين داير، يبقى هي مسربه من تحت. لا اللي هي اللي في النص. ايوه النار نايمه كده، نايمه في الجبل. خليك النار تبقى رافعه فوق. اصل لما بحط صينيه ممكن يكون ده السبب. النار بتبقى فرشه كده. يعني انت عايز النار تبقى لفوق عشان ما تحرقش اللي تحتيه. تحرق الدوران ده، صح؟ ايوه بتحرق الصاج. ايوه الصاج بغسله بقى بصعوبه. لا خليك النار تبقى عاليه لفوق. فانا فكرت لا تكون مسربه من تحت. تقدر يفك الصاج من العين؟ ما فكتش من العين. في حاجه جوه؟ لا معلش ورقه. بصوا ده مكان التهويه بتاع الفرن. هات ورقه عشان يهوي الفرن لما اكون شغالاه من فوق. والبوتاجاز ده ميزته ان هو بيتحط في الرخامه عازل، يعني معمول عازل من الجناب عشان تحطيه في الرخامه. فانا اشتريته عشان كده على فكره، عشان هدفنه بقى في الرخام وكده،
فيبقى سهل. فبصوا عاملين له بقى مدخنه كده من ورا توزع بص بقى عشان التهوية تبقى مطمنه. اه. حط الطرابيش بتاعته طيب كده وجربه. لا من غير ضربش، الضربش هتشتغل. اه بس عشان تبقى مطمنه على المفاتيح ان احنا فتحناه. اه ان هي اتقفلت كويس. ده احنا فتحنا مكانها، مفيش تسريب يعني. لازم اه. لا انت مفتوح. لا، تسلم تمام. ايدك. ماشي شغلك عشان تبقى كمان. مطمنة. تسلم يا حاج، والله إنه مش اول مره تعمل لنا شغل، والله تسلم ايدك. استنى. حط المدخنه دخلها لجوه. ارفع البتاع، ارفع حاجه. لا استنى. أيوة. هنا في مشعليه دي مش فيه. المدخنه دي هي اللي بتطلع. استنى اسيب المدخنه دلوقتي. اه مش هي اللي هتعمل بتدخل. حاجة. طب كويس ان انا ما لغيتش الحنه، كنت هلغي الحته دي، فطلع ان هي دي اللي بتهوي الفرن. احنا قلنا بتاعت هنا فين؟ اهي خدت المسامير كلها. تعالي. اهي في مسامير هنا اهي. كده الرز اللي قدامي. انتوا حاطين بلاط تحتيه اه الرخام عشان يعلى. عشان يعلى. طب تعالى هنا بقى اظبطه من هنا. كده شغال. احنا عايزين مسمار. الطاسه اللي فوق لا شغل. شغال لسه. طب الحمد لله. شغاله زي الفل. الله ينور. حالتنا مظبوطه اهي شغال. ولع كده، دوس على الاشعال. حلو كده من غير ما امسك الزرار. ده زرار اللي تمسكيه بقى. خلاص بقى كل سنه وانت طيب. النار ده حاسس قوية. كده العلو بتاعهم حلو. دي انهو دي اطفي النور. لسه دولت اللي هي العيون دي. كده الثلاثه. يلا دي بتاعت بس خلاص طالما ولعت سيب ايدك. اصلا انا متعوده تكتك عشان يولع. طفي النور ده ايه؟ طفي لي النور هنا. عشان نشوف النار كده عايزه تعلى ولا ايه. طفي خالص. طفي برضو. طفي كله. طفي كله. طفي في الصاوي. ايوه. ايه رايك؟ انت عايز تعديها اكتر من كده؟ هي حلوه صح. هي حلوه بس تيجي اكتر من كده عادي. يعني دي ممكن تعليلي دي مش ودي، هما حلوة. دول اكتر اتنين دي بستخدمهم. مش حلوه. اه دي معقوله. واللي وراها بس. دي واللي وراها. واللي هناك دي. بصي دي. واللي هناك برضو ممكن سنه. خلاص هعليهم سنه صغيره. هات الغطا كده عشان يعني الاشعال فعلا كان فيه حاجه صح. عامل الأكتر كده. اهو ولعولي بالاشعال. طب الله ينور. كانش بيشتغل، لازم كبريت. بنوسع العيون، نوسع النور شويه عشان نشوفها ايه. طفي خالص كده. اعلى كده ولا عايزاها اعلى؟ شويه. ولا هي كده زي ما هي بتهيالي يا لسه. نهار مش فيها. دي كانت زي ما هي. لا طبعا. ما كانتش والله؟ ربع دي كده. طب سنه شويه عشان دي اكتر واحده بستخدمها. ما كانتش ربع دي. انت كنت شايف. معلش انا اسفه. طفي النور كده. طفي. الله ينور. كده حلوه. كده حلوه. ده كده حلوه. حلوه حلوه إزاي؟ قوي قوي. ازاي؟ بص عليها بقت ازاي. بص يا محمد. لا الله ينور. تسلم ايدك. هي بس عشان دي اكتر عين بقف عليها. يبقى خليتها لك صاروخ اهي. الله يكرمك يا رب. في حاجه ثانيه تسلم عايزه إيدك. تظبطها دي فيه؟ اللي في النص. هو يا حبيبي. لما شفت دي انت ضمعت. لا هي دي مش اللي في النص. بص انت اعمل ايوه دي واللي في النص، وكنا قايلين دي برضه اللي في الاخر. لا دي انا قلت دي. دي الخيره بتاعت قهوه. فاهمني؟ يعني حتى اللي عايز يوسع شايف الابره ليه؟ عشان الفتحه دي تبقى تحت فوق الفوني. لو ملت جزء من الملي هتضرب هنا. تقدر فين؟ لازم دي تبقى كده ايه؟ عادي ده. يعني مثلا لو تحط دي كده حطينا دي اهي.
بص الابره فين؟ نص بالظبط. شايف الابره فين؟ في النص. اه. في ناس بقى تجيب الابره دي لا، وتبرم وخلاص. لا وده خطر. فيميل منه، عارف، جزء من الملي يضرب في الجنب. بص يا عمار، انت حساس عليها. ايوه. وتوسع زي ما انت يعني بمستواك انت او باحساس ايدك بإحساس انت. إيدي أنا. في ناس بقى لا انا عايز اوسع، تفتكر كل ما يتوسع النار هتفرش. كل ما لا، تبقى احلى. ده خطر. اصل دي حصلت مع واحد، بقول له، بيقول لي تعالى اعمل لي الفرن، قلت له هاخد علي لي النار، قلت له هاخد 150 جنيه وكده برضه بالابره. قال لي ليه يا اخويا، ده انا لو معايا ابره اعمله. ابره؟ ايوه. قلت له خد ابره، ورحت واخد بعضه ومشي. والله بجد. أيوة. قلت له نقي ابره من دول، احلى ابره والله لسه جايبها ما اشتغلت، خد الابره دي. ماشي يا اخويا ماشي، مش شاكرين على الابره. قلت له يا عم العفو والله. اسبوع بالظبط ولقيته بيرن عليا، في ايه يا عم؟ قال لي بالله عليك عايزك. قلت له عايز ايه؟ طيب قول. قال لي العين بتصرف. لا يا ريت. قال لي عايزك يا عم. عايز ايه؟ قال لي بالله عليك لا تيجي وحياة عيالك لا تيجي. قلت له حاضر. قال لي بص يا اخويا، الولايه اتحرقت هنا ولا الولايه؟ يا لهوي. والله مش عارف ايه اللي حصل. قلت له ليه؟ قال لي ما اعرفش ايه اللي حصل في البوتاجاز، لقيته هب مره واحده كده. ايوه خالص. عمل ايه بقى؟ وسع زي ما بقول لك بميل كده. مع الميل ده الفونيا دي لازم تقطع الغاز النار كده. الغاز لو طالع مايل ملي على الجنب كده تهب من الجنب. هيضرب هنا. بص ميل هيضرب هنا. ايوه بيخزن الغاز خزن الغاز معاه. تيجي تولع نص والع، نص الغاز طالع من هنا والنص التاني جوه. واحده 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 عبت غاز. ايوه. لا ما هو خطر. قلت له ما هو مش لازم اي حد يعملها. بس هاخد 300 جنيه. قال لي يا اخويا بالله عليك. قلت له ما انا قلت لك 150 في الاول. قال لي على الولايه. لا هو هتكلف فواني برضه، ممكن يبوظ فواني ولا بتاع يغيرها تاني. على فكره ايوه ممكن يبوظ. ما هو بص الاستخسار وحش. لا هو تحب توفر. لا الشطاره زياده. لا هو تجيب الحاجه غاليه مره واحده وتعمل حاجه مره واحده وحد متخصص يعملها احسن مليون مره من المصانع. لا انا اعمل اي حاجه في المعمور ده لا. يعني مش برضه قوي يعني كل واحد في اللي يعرفه. حلو. الله ينور. الله ينور. ممتازه. اصلا هو كده عايز حاجه تعمل اللي في النص اهم 2 عندي. يا رب ترسع اللي في النص بس. لا هي اللي في النص. حلوه قوي. تسلم ايدك. ولا تثبتي ايدك ولا الكلام الفارغ ده. لا كده حلو. ولا امان. هو كده امان. تسلم ايدك. لا كده اريح بصراحه بالنسبه لي. والنار لا حلوه. هما ال3 دول عليوا حلوين قوي. دول خليهم واطسين للحاجات البسيطه. ايوه. على فكره تعليقاتهم مش صعبه زي ما انت شفت كده، بس دول هخليهم واضحين احسن. لا حلو كده. تسلم ايدك. الله يكرمك يا رب.